عايز تعرف إمتى السوق هيعكس قبل ما يحصل؟ تابع سلسلة 60 ثانية من ذهب. شمعة البين بار واحدة من أقوى الشموع الانعكاسية في التحليل الفني. جسمها صغير لكن ظلها طويل جدا من ناحية واحدة، وده معناها إن السوق حاول يكمل في اتجاه بس اتقلب عليه بسرعة. لو الظل الطويل فوق الجسم يبقى دي بين بار هابطة. البائعين دخلوا بقوة بعد ما المشترين حاولوا يرفعوا السعر، فالسوق غالبا هينزل. ولو الظل الطويل تحت الجسم دي بين بار صاعدة. المشترين رفضوا الهبوط ودفعوا السعر لفوق، فدي إشارة صعود محتملة. بس أهم حاجة مكانها على الشارت. بين بار عند مستوى دعم أو مقاومة قوي يساوي فرصة ذهبية، لكن في النص كده ملهاش قيمة كبيرة. فكر فيها كأنها بصمة انعكاس بتقولك السوق غير رأيه، فاسمعه قبل ما يتحرك. استنى الحلقة الجاية عن الشمعة الابتلاعية Engulfing، وهنكشف فيها إزاي تقرأ سيطرة السوق من شمعة واحدة.